بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من الله أعلم العالمين محلا منيفا ونهانا عن ارتكاب البدع والمحدثات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا نسأله كمال اليقين وأن لا نقطع العمر آمالا وتسويفا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مرزقا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله إن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة وتوقي مقت الله وعقوبته وسخطه أيها المؤمنون أكثروا ذكر الله فإنه من يصلح بينه وبين الله يكفه ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه تعالى يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد فحافظوا حفظكم الله على كل ما رغبتم فيه وعملوا من الصالحات ما يرفع عنكم العذاب ويدفيه نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها خستاش الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا وفقكم الله أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعم لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه خيرك ونسألك أن تديم علينا نعمك الدنيوية والأخروية هذا وصلوا وسلموا على أحسن نعمة وأكرم رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله تعالى في ذلك
في كتابه العزيز فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي المجتبى والرسول المقتفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين